مرحبا بكم في قناتكم دي زد أخبار 24. لا تنسوا الاشتراك في القناة ليصلكم كل ما هو جديد. مهاجرين أفارقة يحاولون غزو الجزائر عبر صحرائها، وشاهد ما فعله الجيش الوطني. غزو أفارقة لمدن شمال إفريقيا بطبيعة الحال رح يكون الأغلبية شايفين وسامعين على الوضع في تونس ومطالب هذه الأفارقة الذي عددهم تقريبا 2 مليون، وراح يشكلوا تقريبا 20% من سكان في تونس فقط، وخروجهم في مظاهرات وكأنهم في بلدهم، وهم في تزايد مستمر سواء كسكان في تونس والمروك أو كمهاجرين. هذه الأفارقة راهم يقولوا أنه إفريقيا ملكهم وأرضهم ومن واجبهم استرجاعها، وأن سكان شمال إفريقيا هم مخلفات استعمار على حد تعبيرهم. حاليا في الجزائر الوضع ليس بذلك السوء، وذلك بفضل الجهود الدولة والدرك الوطني والجيش الجزائري الذي يحمي البلاد، حيث تم القبض على قبيلة كاملة من مهاجرين أفارقة على الحدود ومنعهم من التوغل والغزو الذي حاولوا دخول الجزائر عبر صحرائها، وتم إلقاء القبض عليهم، وذلك بفضل الجهود الجبارة للجيش الوطني. شاركونا تعليقاتكم.